السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ طبعا انا ببارك لاصدقائي المحترمين الاهلاوية ببطولة السوبر المصري. وانا زي ما قلت قبل الماتش وطلعت في لايف ان احنا عايزين نعمل مباراة قوية ومباراة جيدة. لعيبة الزمالك تعمل اللي عليها ويبقوا رجالة في الملعب، وده حصل النهارده. لان النهارده الماتش الحقيقة كان قوي جدا، اقوى ماتش السوبر الافريقي. نادي الزمالك النهارده كان بيلعب بتكتيك تكتيك حلو قوي، قصاد كولر اللي كان عامل زي السعران. كان لعيبه الاهلي نازله سعرانه في الملعب عايزه تهبش الزمالك، وعملوا فرصتين. عواد كان هو البطل فيهم. عواد النهارده صادت كورتين، صادت 3 كور غير الكورتين اللي في العارضه. تمام. المفروض ياخد راجل المباراه، لان الشناوي ما اختبرش حتى في ضربات الجزاء. الشناوي ما صادش حاجه، كلهم في العارضه طالعين بره. يعني انا عايز اقول ان عواد النهارده هو المفروض يبقى راجل المباراه، لكن مش هنتكلم في الحاجات دي. الزمالك النهارده كان بيلعب بتاكتيك في الشوط الاول، ان هو عايز يجر الاهلي عشان يخلص البنزين بتاعه الشوط الاول خالص. وكان الزمالك في ال 45 دقيقه دول الاهلي وصل لمرمى الزمالك 3 مرات، ضيع فيهم ضيع فيهم الاهلي كورتين انفراد صدهم عواد، والثالثه وكورتين في العارضه. يعني الاهلي وصل لمرمى الزمالك مرتين وكورتين ثابتين في العارضه. فيعني اما الزمالك مضيع هدف. والهدف اللي انا رايي الشخصي ان الهدف دوت هدف صحيح، لكن مش هنتكلم في الحاجات دي خلاص، لان الحكام المصريين على قدهم بقى خلاص. يعني الحكام المصريين ده هدف صحيح مليون المية، مليون المية، لكن خلاص علينا كنا نجيب هدف ثاني وثالث. فالزمالك جار الاهلي فعلا للشوط الثاني علشان يبقى خلص البنزين اللي عليه وابتدي ينقض عليه الشوط الثاني، وده اللي حصل فعلا. لكن ما حصلش نصيب ان احنا نجيب جون. وصلنا لضربات وصلنا الشوط الثاني والثالث والرابع لضربات الترجيح. تمام. والحقيقه شيكابالا هنا يتحمل جزء كبير قوي من خروج الزمالك من البطوله. ليه بقى؟ قبل ضربات الجزاء شيكابالا كان جاي عليه صوره وهو قاعد مع المسلوسي، وعمال يكلمه وماسكه من وشه، وعمال يقول له فيما معناه في بالبادي لانجوج، يعني كده انت في ايه، مالك ومش مالك مش عارف ايه. لا انت هتلعب تلعب البلانتيات وتشوط. لان هو المسلوسي تقريبا قال للمدرب، قال له انا مش عايز اشوط بلانتيات، انا مش نفسيا مش مستعد. كان مصاب بقى، كان عنده حاجه في رجله، كان ما تعرفش فيه ايه، لكن هو ما كانش عايز يلعب البلانتيات. خلاص انت بقى شيكابالا بتتك عليه ليه؟ بتتك عليه ليه؟ خلاص. ادي اول حاجه. تاني سبب يتحمله شيكابالا الكرة اللي جات له اللي كان ممكن يخلص بيها البطولة. لما محمد السيد بتاع مش عارف اسمه ايه، بتاع الاهلي ده، ايمن يوسف دوت ولا ايه، يوسف ايمن ده، لما ضيع خلاص خلوا شيكابالا هو اللي يشوط اخر واحده، عشان يعني لما يجيبها جون يبقى هو اللي جاب الكاس للزمالك ويختم يختم حياته الكرويه بكده. طب يا عم جيبها جون يا عم. هو لازم الفزلكه وعايز تلعبها له في الزاويه اليمين عاليه. الله، طب ما تلعبوا لها له قويه. يعني انت لا لعيبه عاليه ولا لعيبه قويه، لعبها في مستواه. الله. حسام عبد المجيد لعبها له فوق قويه جدا. فانت اللي مضيع، انت يا شيكابالا السبب في ضياع البطوله ديت. لان انت اتكيت على المسلوسي علشان يلعب البنالتيات خلاص، وغصب عنه اتحط اسمه في السكور بتاع البلانتيات وضيعها. والفرصه اللي جات لك عمر جابر يعني خلاص انت اللي حطيت الزمالك يا شيكابالا في الضغط النفسي ده. انت المسلوسي ضيع، الاهلي احرز، الزمالك احرز، الاهلي احرز، الزمالك احرز، الاهلي ضيع، الزمالك احرز. خلاص بقوا تعادل، بقى ضربه وضربه. عواد عمل اللي عليه وشالك واحده، خلاص تخش انت بقى تجيبها. انما انت ضياعك للفرصه ديت خلت الامل يطلع تاني للعيبه الاهلي تاني، خلاص، علشان عمر جابر بعد كده يخش ويضيع. ما كانش ليها لازمه، لكن قدر الله ما شاء فعل.
انا قلت قبل كده نلعب ماتش زي الرجاله، يبقى ماتش نظيف، مفيش فيه تعريض، مفيش فيه اي حاجه خالص. رغم ان انا ما زلت اصر ان الهدف ده هدف، لكن خلاص يعني هو انا مش عارف يعني ازاي اوف سايد، ما اعرفهاش يعني، انا مش عارفها بصراحه يعني. لكن كانت دي نقطه ضعف الاهلي اللي موجوده، وكان جوزيه عارفها، وكان بيلعب عليهم ان هو يخلصوهم بنزينهم الشوط الاول خالص. وفعلا هم ما قدروش يكملوا الشوط الثاني، ما قدروش يكملوا الشوط الثاني. كون ان جوزيه ياخد اللعيبه يفصلها عن القرف اللي سببه مجلس الاداره واللعيبه قليله الادب، اللي رد السجون المحبوسين، خلاص ياخدهم يعزلهم، خلاص هو اصلا مش ناقص مراكز، ويلعب بالمنظر ده انا ارفع له قبعه. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك بقى الحمد لله نادي منافس قوي، استحاله هيخش الموسم الجاي ويحصل فيه زي ما حصل الموسم اللي فات. ان شاء الله باذن الله تتعوض وناخد بطوله، ان شاء الله ناخد الدوري، ان شاء الله ناخد بطوله افريقيا تاني، ان شاء الله نادي الزمالك يعود للطريق الصح. بس لو سمحت مجلس اداره الزمالك وخصوصا الكابتن حسين لبيب، وخصوصا الكابتن حسين لبيب، وخصوصا الكابتن حسين لبيب، بطلوا سذاجه، بطلوا قرعنه، بطلوا ان انتوا عايزين تعيشوا دور الاقوياء السبعه. خلي هشام نصر ونيار الاحمر يشوفوا موضوع الصالات اخباره ايه، وخلي الكابتن احمد سليمان، كابتن احمد سليمان بس مش حسين السيد، كابتن احمد سليمان بس هو اللي يتولى ملف الكره مع لجنه الكره اللي انت عاملها، ويا ريت ما يبقاش فيها اعضاء مجلس الاداره. خليك انت رئيس اللجنه عشان يبقى في قرارات ويبقى القرار مشمول بالموافقه. لكن عين فيها بقى لعيبه كوره محترمه من نادي الزمالك، اللعيبه القدامى النجوم، وسيب احمد سليمان معاهم، وانت اقعد دير الزمالك باحترام واحترافيه زي ما بتدير كده اكبر شركه للمحمول. دير الزمالك باقتدار وباحتراف، ماشي، وتكون اداره محترمه واداره رزينه واداره عاقله، ماشي. الهبل ده اللي حصل ما يتكررش، واللعيبه اللي جايه دي ماشي، دي خلاص ما فيش وقت، مش هتتباعوا فين. غرامه بنت لذينه محترمه لكل واحد فيهم، وعبد الواحد السيد يسيب الزمالك ما يقعدش في الزمالك. شوف بقى راجل بقى مدير كره عليه القيمه كده، مدير كره كده يصلح ان يبقى هو مدير الكره بتاع نادي الزمالك. مبروك للنادي الاهلي، بكرر تاني اهوت، طالما اللعب فير، وطالما مفيش فيه اي تعريض ولا وساخه، مبروك بطوله السوبر. الزمالك هو سيد اسياد افريقيا، خلاص. الاهلي هو سيد اسياد الدوري المحلي، خد السوبر المصري، والفريقين لعبوا مباراتين بضربات الترجيح. الزمالك فاز في مباراه، والاهلي فاز في الضربات الثانيه، ضربات الحظ. والحمد لله رب العالمين ان احنا شفنا فريقنا قوي وجامد ومتماسك، وان شاء الله باذن الله الاحسن باذن الله. لكن انا بكرر تاني، سبب ضياع البطوله ديت ان مش كاتب لنا ربنا، مش كاتب لنا ناخدها، واحنا مؤمنين بقضاء ربنا. لكن شيكابالا عليه 50%، لان ال 50% الثانيه طبعا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا 50% التانيين بقى اللعيبه والوساخه اللي حصلت ونقص في المراكز، واصابه محمد شحاته ربنا يستر لانه غيره، ومش عارفين برضو الجزيري برضو لو كان هو غيروا الاصابه فيبقى شافوه، بيغيروا عشان تكتيك. لا انت كده غلطان يا جوزيه، ده ما كانش يطلع، ده ما كانش يطلع، كان يطلع ناصر ماهر بقى وينزل مكانه بقى ناصر منسي، مش شيكابالا، واخد بالك. انما الجزيري كان عامل لهم مراجيح في دماغهم، والجون اللي جابه وما اتحسبش ده من نفس المنطقه اللي جه فيها الجون بتاع الدوري، واللي جه فيها الجول بتاع ناصر منسي. عندهم نقطه ضعف في السرد باكات بتاعتهم، بيتكل عليهم عيش. فيا جوزيه انت غلطان في دي، لكن شيكابالا هو اللي يتحمل الجزء الكبير بتاع ضياع البطوله، لانه تدخل فيما لا يعنيه. لعيب بيبلغك بيقول لك انا مش عايز العب، مش عايز اشوط بلانتيات. اللعيب ده محترم لانه شاف نفسه مش مهيئ نفسيا، اللعيبه بتبقى عارفه نفسها، خلاص ابعده. انما شيكابالا يتك عليه ويقول له لا لازم يروح رايح. شيكابالا مكلم مساعد المدرب يروح حاطط اسمه في السكور بتاع البلانتيات، اهو ضيعها لك.
وعواد صلحها لك، تروح انت رايح مضيعها؟ طب رضا سليم ده راجل على قده يعني، خلاص يضيع. انما انت شيكابالا كان زمان دلوقتي دخلت التاريخ، جبت بطوله للزمالك برجلك، اخر جون او الهدف اللي ادى البطوله للزمالك هو حضرتك. يبقى شيكابالا كنت هتختم حياتك وانت صاحب الفرح في كاس السوبر المصري. حصل خير ان شاء الله باذن الله، وشيكابالا هيفضل ايقونه نادي الزمالك، وهيفضل اسطوره نادي الزمالك في العصر الحالي مع اساطير الزمالك اللي قبل كده. الزمالك كبير والزمالك جميل جدا، واحنا فرحانين بنادي الزمالك. جمهور الزمالك ما يزعلش خالص، احنا الحمد لله رب العالمين عندنا فرقه قويه، طالما لعبنا كوره كويسه وادينا كويس احنا مش زعلانين. مبروك للاهلاويه، ومتشكر جدا جدا جدا، وارجو نعمل لايك وشير لل لللايف ده. شكرا.